حبايبي اليوم برضه فيديو. لو حلواتي كيف اخباركم؟ اليوم عبارة عن الفيديو حيكون حسوي مقلب في صديقتي. هذا اسم طبعا. اوكي يلا نعمل المقلب بكل اختصار. طبعا انا مسوي معاه ستريك ومسوي معاها ستريك وزي كذا، وانا المهم ابى اسوي معاها مقلب. هي ما تحب المقالب صح؟ ما تحبه؟ طيب يعني بس انا حسوي شيء. حصلت مشكلة شوية بيني وبينها وابغى اخليها تتوب انها تسوي هذا الشيء. يلا بينا الحين هكلمها. إذا كتب لي تأثير صرت النقاط يرددها. اوكي شوفي بوكتك يلا. هذا كلام من جد اللي يعني من جد. شوفي يعني انت اخذتي جوالك لاخوكي يعني وقال لك وما ادري ايش بالاخير، يعني صدمتيني وخليتيني من جد اكرهك. يعني ما ادري ليش، يعني لو تضبطين على معاملتك معايا راح انسي كرهي لك. بس انتي اعطيتي جوالك لاخوك، سويتي يعني اشياء وخلتيني من جد اكرهك. يعني ما ينفع زي كذا. انا قاعد اتكلم معك طيب، قاعد اكلمك فيصل وفجأة اخوي سمعني قال هاتي. قلت لا يا اخي اصبر، انا اعرف اتفاهم معها. وهو سمع الهرجة صار وقام هو سحب مني الايباد يعني يبغى يشوف. قلت هيا الله خلينا نشوف انت ايش بتسوي، انا ماني عارفة. اخر شيء كذا سوى الحيوان. يعني انا مالي دخل حرفيا، انا مالي دخل. هو سمعني، سمع الهروج وجاء قال حنين اسمع انا بسوي كذا وكذا. هيا تخيلي لو كرهتك، يعني خلتيني يعني اتركي. يعني المفروض ما تعطين اي احد ايبادك حتى لو ما تنفع تصدقينه. خلاص تخيل لو صاحبتك يعني خلاص كرهتك زي انا ما كرهتك اسمه هذا كمان يعني تخيل يعني مثلا شي سويتي يعني ما خلاني اكرهك. هيا تخيلي يعني انت خبيت تصدقي، انت المفروض ما تعطيه حتى لو نادي امك ابوكي وزي كذا. خلاص نادي اي احد، المفروض كذا من جد خليه واحد يكرهكي. يعني انت خبيت تصدقي واخوكي يعني من جد يعني ما له صلاح. يعني ما ادري كيف اقول لك.
من جد هالشي قاعد أقول من جد عزوا مقلب، بس أقول كل شيء بقلبي. شوفي أنا أصور، إذا المتابعين قالوا سامحيها أسامحك، إذا ما قال لا تسامحيها لا أسامحك. شوفي أنا أصور، إذا المتابعين قالوا سامحيها أسامحك. شوفي يلا اكتبوا لي رأيكم، يهمني مرة يهمني. يلا حبايبي الحين بتقفل عشان حشوف ايش الموضوع كمان، ما ينفع في اشياء كده اصلا ما ينفع اقولها لكم. يلا باي، يلا اكتبوا لي تحت بالتعليقات اسامحها ولا ازعلها.